بهدي النهارده الجايزه دي لكل اللي هاجمني، وبقول له ميرسي، لان هجومك خلى ناس كتير قوي تقدر مين هي ايناس الدغيدي. هي امتداد لبركات وحسن الإمام، اشتغلت معاهم مساعدة وهي تنتمي عمليا إلى ما يسمى الواقعية الجديدة في الثمانينات، لأن هي اللي هي السينما اللي كان فيها محمد خان وداوود وخيري بشارة ورأفت الميهي وعاطف الطيب. طرحها لما يعرف بقضايا المرأة كان طرح طبعا جريء جدا وشجاع ويعني في نفس الوقت مش فج، يعني ما في عندوش مش صارخ. ايناس الدغيدي كل موضوعاتها من يوم ما ابتدت موضوعات مهمة جدا، وبتتناول مشاكل داخل المجتمع حقيقية، وانا رأيي انها بتناقشها حتى بنوع من الرقي، يعني مش ما بتعملش فيها فالجاريتي قوي. هي ايناس طول عمرها افلامها بتثير قضايا لانها ما بتاخدش مسلمات، ودي الحقيقة دي ميزة في ايناس، يعني اذا كان حد هيعتبرها عيب لا هي ميزة في ايناس. لما جيت اختار الموضوع ما كنتش قصدي اقول انه في مجتمع ذكوري، ولا قصدي اقول انه انا حسيت بظلم على انسان. يعني لو كان الانسان ده راجل برضو كنت يمكن خدت موقف معاه، بس انا حسيت ان ظلم جامد قوي على ست انها بتقف في نفس الموقف بتاع الراجل في الموضوع القتل والزنا، وبتتحاكم محاكمة تانية وبتبقى جناية، والراجل بتبقى جنحة، ومفيش فرق لا في القانون ولا في الشرع بيفرق بين الست القاتلة والرجل القاتل والمرأة الزانية والرجل الزاني. العقاب في الاتنين واحد. يا سيد عبد القوي، انت من 25 سنة تقدمت للمحاكمة بتهمة القتل. قتلت مين؟ مراتي. قتلتها ليه؟ لأنها خاينة، ظبطتهم وهم متلبسين. اتحكم عليك بإيه؟ شهر حبس مع إيقاف التنفيذ. عفوا أولياء القانون كان أول فيلم لإخراج ايناس الدغيدي، وأول فيلم يحصل على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان دولي لنجلاء فتحي في مهرجان تاشقند. فلو رجعت هتلاقي مفيش ممثلة أخرى قبل نجلاء فتحي خدت جائزة خارج الحدود المصرية أو العربية. الشغل والستر مش عيب يا معلم، انما العيب انك تخلينا زي شروة القوطة كل حاجة يفعص في لحمنا شوية. يلا بنت عينك ليها يلا. لحم الخيص من الافلام يعني من احسن افلامها في رايي، رغم ان هو ليس من انجحها من الناحيه التجاريه، لكن هو من احسنها. هو اكتر فيلم شجاع على الاطلاق في افلامها. هو فيلم اللي لمس مشكله ليس لها حل حتى الان. وطول عمر يعني طول عمر مصر وغير مصر من الدول فيها
يعني سوق الرقيق الموازي ده او المواري. لحم الرخيص انا اخدته من مقالات كانت بتبعتها لي الدكتور نوال السعداوي. قريت المقالات دي، وقريت مقالات كانت مكتوبة في روزا يوسف برضو استفزتني جدا عن بيع البنات الفقراء للأثرياء العرب. فوجئت انه فعلا في تجارة فظيعة، وكأنها زي تجارة الرقيق بالظبط، بس مقننة عن طريق الأهل، انه بتتجوز لفترة او بتتجوز جواز متعة او بتتجوز مقابل مادة واستفزتني الطريقة، ودي انا عملتها وما كانتش موجودة في السيناريو، ان ازاي بيختار انه بيجيله بنات البلد وهو يشوفهم ويختار اللي هو عاوزها. وده كان مشهد موجود مهم جدا من اول المشاهد اللي كانت في الفيلم. بص بص ومتع عينك، بص. لف يا بنت، لف يا راجل. استفتحنا بالصلاة على النبي. قلت ايه؟ حجزها بدي اخدها معايا اخر الاسبوع، خدها. عشان كده الفيلم اتمنع في دول عربية كتير، ودي شهادة جميلة. من غير الافلام المخرج اللي ما يطلبش افلام ممنوعة مخرج فاتر وبيعبر التاريخ والتاريخ بيعبره. يلا. مشهد ان رغدة بتضرب احمد زكي في منطقة حساسة، يعني هي يمكن نوع من انواع السخرية، ان المجتمع بيركز ذكورة الرجل في منطقة معينة، ملهاش دعوة بقى باخلاقه بتصرفاته باي حاجة. المخرج او الفنان الحقيقي سواء كان رجل او امرأة هو يجب ان يكون ضد فكرة المجتمع الذكوري، لانه متعارض مع الطبيعة، متعارض مع الحقيقة. بس كمان المجتمع مش ذكور بس، المجتمع الذكور هو اناث. لا، هو امرأة واحدة لا تكفي. هو من عنوانه يبدو كأنه فيلم ذكوري كويس، او ممكن تلقيه كفيلم ذكوري، كله الصراع على الذكر ده كويس. لكن ممكن كمان تاخده من زاوية تانية، ان مجرد الصراع على الذكر ده هو يعني تعبير عن حالة هي بترفضها. ممكن اعتبارها، ممكن قراءته من هذه الزاوية ايضا. لكن هو فيلم ملتبس في الحتة دي، لانه ممكن يكون فيه تمجيد للذكورة بشكل او باخر، يصبح امر غريب لمخرجة امرأة. يعني أنا ما كنتش قصده بيه أبدا إنه بضيع حق من حقوق المرأة. أنا كنت بقول إن الرجل الشرقي مش عارف هو عاوز إيه، ومش قادر يوصل للي هو عاوزه، لأنه عاوز كل حاجة وفي النهاية ما بياخدش حاجة. أكتر فيلم سياسي ليها كان أيام الليل، وده طبعا طبيعي لانه عن قصه جمال الغيطاني وهو عنده هذا الحس السياسي. فيلم طبعا من اوائل الافلام اللي كشفت عن الفساد في عصر مبارك. يعني هو تقرير واحد يقول ان العمارات دي هتقع لعيوب في الاساسات او لان الارض طفليه ما تنفعش. ايه يا علي بيه، تقرير زي ده يساوي كام؟ ها؟ وعلى فكره انا البنك بتاعي ومجموعه المستثمرين ممكن يعوضوا السكان دول. هم كام عماره؟ حوالي 130 عماره. بكام شقه؟ 1300 شقه ب 1300 اسره هيشردوا. بسيط. احنا نبني لهم مساكن تانية في مكان تاني. وكمال بيه يبدأ في حملة صحفية مدروسة للتشكيك في العمارات دي ويقول انها هتقع. دي ابسط حاجة في الدنيا. من بكرة الصبح اخلي الولاد بتوعي يشتغلوا في الجورنال وفي جرايد البلد كلها. انا في فيلم كلام الليل
عملت كل ما كان بيحدث في الفترة دي وظهرته على الشاشة، لدرجة ان في بعض الوزراء تخوفوا من هذا الفيلم لانه كان حاسين انه ده ممكن إدانة ليهم في الأراضي بتاعت الدولة اللي كانت بتتخذ، والإسكان والمشاريع الجديدة اللي كانت بتحصل، والكومبينات اللي كانت بتحصل ما بين السياسيين، ما بين صحفيين ورجال أعمال ووزراء، وبيت الدعارة اللي كان، أو يعني البيت اللي كانوا بيروحوا يعملوا فيه الصفقات الجنسية والصفقات السياسية والصفقات الاقتصادية اللي هي كانوا بيوزعوا ثروة البلد على بعض. يعني يسرى في الاخر اتبهدلت في الفيلم، واشرف عبد الباقي، هما الاثنين يعني وبقوا مش عارفين يعملوا ايه. ليه بس يا امينه؟ دي الحاجه الوحيده اللي معانا ضدهم. سلمتهم مقابل انهم يحموني، بس بعد اللي حصل لكوكيتا ما اضمنهمش خالص. كده مفيش معانا اي حاجه نقدر نمسكها عليهم. فيلم كلام الليل بينتهي بلا تعليق، لا تعليق، وبتعمل صدى. يعني هي بتعلق على اللي حاصل، يعني هي شايفاه انه شيء صارخ، يعني مش قادره تقول اكتر من اللي قالته، ويمكن ده نوع من انواع السخط على المجتمع. يعني نفسها ان يحصل تغيير، نفسها ان مبارك يمشي الناس دول، ان مبارك نفسه يمشي. يعني يمكن من وقتها كان الناس بتفكر ان كفايانا كفايانا. لا تعليق، لا تعليق، لا تعليق، لا تعليق، لا تعليق. من ضمن سمات سينما المؤلف انه بيختار موضوعات، بس هي عندها انها بتكتبش هي السيناريو، لكن التنفيذ بتاعها ليها سمة في التنفيذ. ما نقدرش نحصر ايناس في ان هي سينما المرأة فعشان هي مرأة عملت شغل عن المرأة كويس، لا، هي ميزت نفسها باختيار الموضوعات. مثلا انا فاكره في فيلم قضيه سميحه بدران اتكلمنا عن مافيا البنوك، وعن الناس اللي خدوا القروض من البنوك وما سددوش، واللي هربوا من مصر وفضلت عليهم القروض دي، او ادوهم المشاريع اللي هي لا تساوي قيمه القرض، وده شفناه في الألفينات في الاخر. وده انا كنت عاملاه سميحه بدران في التسعينات، فكان سباق جدا لما حدث في المجتمع المصري. في فيلم ديسكو ديسكو احنا كنا شايفين عبدة الشيطان، وما كناش عارفين انهم موجودين جوه مصر، وانه الولاد دول موجودين، وجواز الدم وجواز مش عارفه المتعه وجواز حاجات غريبه كده الشباب كانوا بيعملوها في الفتره دي. وفوجئنا انه في قضيه اتعملت لبعض الشباب عايشين الحياه دي، وجات فيما بعد، واحنا قلنا احنا كنا متنبئين بيها في فيلم ديسكو ديسكو. في فيلم امرأة واحدة لا تكفي مثلا، ما كانش فيلم علاقة أحمد زكي بالمرأة فقط، ولكن كانت المشاكل المجتمع. ويمكن شفنا التيارات المتشددة مع التيارات الليبرالية من خلال ندوة اتعملت في الفيلم، وازاي دول كانوا بيفكروا وازاي دول كانوا بيفكروا. كانت لسه في بداية المجتمع ما بقى فيه الشد والجذب في التيار الديني. مش واجب الثقافة برضو يا أخ حسام أن تغرس في نفوس الشباب القيم الدينية؟ طبعا يا أخ سالم، بس أنا شايف إن تربية الدقن دي حاجة شخصية جدا. اللي عايز يربيها ربيها، واللي مش عاوز يربيها ما ربهاش. عمر ما كانت تربية الدقن إثبات على إن الإنسان صالح ومتدين، وإلا ما كانش شاعر عظيم زي المتنبي قال: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. حتى في مجنون أميرة كنت بتكلم عن صراع الحضارات، واللي احنا دلوقتي شايفينه، وشايفين قد ايه هم بيتصارعوا على كل واحد على المكانة اللي ياخدها في العالم ما بين الأديان، والاستخدام في الدين كان موجود في مجنون أميرة. شكل البنت المصرية في الشوارع وهي لابسة ما كانش ده أيامنا. الزي اللي فيه تشدد والراس اللي متغطية والعقول اللي متغطية وكل ده أنا ما حضرتوش وما عشتوش في شبابي. هما بيعملوا في الأطفال كده ليه؟ يعني مثلا الناس اللي يعني سوري في التعبير، يعني اللي أخلاقها بين فخذيها، ده مش إذا كان مفهوم من الأخلاق إن بنت تفتح الشباك فتتقتل، ده مش أخلاق. يعني دي مش أخلاق، دي لا أخلاقية. متى إذا كان مقطوع دي حسنين عشان نوصل بدري. انتهى علي حسنين. هنفذ فيك شرع الله. لا يمكن يكون شرع الله من الأخ يقتل أخته، ده شرع المضللين اللي معاك دول.
يكون شرع الله يا حسنين. يعني هو سيجموند فرويد بيقول ان السينما بتعبر عن الانسان ومشاكله، ده من زمان قوي. السينما ايناس الدغيدي بتعبر عن ده فعلا. حصل دايما نقد واتهام على نوعية أفلامي من الناحية أن أنا استخدمت فيه مشاهد جريئة جدا ومشاهد حسية في موضوعاتي. مش ندمانة أبدا على أنه الناس ما فهمونيش في الحتة دي، مش ندمانة على أنهم عيبوا عليا أو النقاد قال لك مثلا تعمل مشاهد عشان الشباك أو ما فهموش أن تدخلها في السياق الدرامي، لأنه في النهاية أنا عندي أسلوب، والأسلوب لو حتى ده جزء منه فأنا مش متضايقة إنه ده أسلوبي أنا وده تفكيري أنا وده اللي أنا عاوزة أقدمه، ومن حق المشاهد إنه يقبله أو يرفضه. Technically she is very good. يعني بالعربي هي مخرجة متمكنة جدا من لغة السينما والتعبير بلغة السينما، ما عندهاش أي ضعف حرفي خالص، لأنها تلميذة بركات وحسن الإمام. يلا هاتوا الكاميرا يا جماعة هنا. داليا طلعي معايا، يلا حركي يا داليا. طب روح يا مان. دور. سكوت. كلاك. 52 واحد سادس مرة. سلام ابيض يا شيخ. العادي. انت واخده بالك؟ عندها جزء هنا. يعني احنا هنبتدي كده كده ها وننتهي كده والعمق ده والعمق بره بيدخل عمق. يعني انا لما قلت في افكاري ان انا مع العلاقه الزوجيه قبل الجواز وفي حاجات كتير كنت بقولها مثلا في احاديثي وكده، كانوا دايما يتهموني بان عندي انفصام في الشخصيه، انه انا افلامي بتقول حاجه وانا بقول حاجه، وانا بالعكس شايفه انه افلامي عبرت عن ده اكتر من ما انا قلته في الحياه. كان عندي مثال مثلا في مذكرات مراهقه، البنت تقريبا عاشت حياتها الجنسيه قبل ما تتجوز رسمي قصاد اهلها، ويمكن ده بان في مشهد من المشاهد لما دخل الاب والام وهم عاملين امون والشخصيه الفرعونيه الثانيه، انه دخلوا وشافوها مع الولد في حلم من احلامها وسالوها انت عايشه معاه من قبل ما تتجوزيه كده فاختار يعني، فاختارته هو وبسيته، وبان ان هي اختارت الحياه دي معاه قبل ما تتجوزوا، قبل اهلها ما يعرفوا. انتوا مين؟ انا عبد الرحيم كبير كهنة آمون. وانا امينة وصيفة كليوباترا من 17 سنة. طب وعايزين حاجة؟ انت كنت اتجوزتها عشان تبوسها بالشكل ده؟ جواز ايه وزفت ايه؟ احنا بنحب بعض. مفيش حب من غير جواز، والا هتنزل عليك لعنة آمون. بقول لك ايه، انا لا اعرف لا امون ولا كمون. تعال نسال كليوباترا اذا كانت عايزه الحب ولا الجواز. هي قالت ان البنت من حقها ان يبقى عندها مشاعر وتحس بمشاعر ويبقى عندها علاقات، لكن لازم تحط لنفسها حدود، لانها عايشه في مجتمع برضو له تقاليده وله نظامه، لكن برضو حطت عقاب المجتمع وعقاب الاهل. ده برضو نوع من انواع ان هي ما بتشجعش البنات على الانطلاق ولا الانفتاح على العلاقات، لا بالعكس هي قالت لها ان علاقتك في النهايه هتعمل لك مشكله، يعني عيشي مشاعر وعيشي كل حاجه لكن ليها حدود. وادركت ان كل نهايات الحب الاسطوريه انتهت بمأساة كما انتهت قصه حبي، وحاولت كثيرا ان استعيد احلامي وأن أعيش معه، ولكنها أصبحت مستحيلة. فهل أصبح الحب وهما في هذا العالم الغريب؟
عنف المرأة في أفلامي يمكن كان في شوية اكستريم أو زيادة في رد فعل المرأة تجاه العنف اللي بتحسه من المجتمع في عمليات القتل اللي حصلت في الأفلام. يعني أنا عندي مثلا في فيلم القاتلة فيفي عبده كانت بتقتل الرجالة نتيجة العلاقة الاغتصاب وهي طفلة. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ تعالي ما تخافيش، الولاد كلهم مشيوا. تعالي لما نروح لهم. تعالي. سيبني اه سيبني بقول لك سيبني بس وأنا عيطت في المشهد ده وأنا بعمله، وحسيت قد إيه الست بتبقى مهانة قوي. يمكن أنا مش مقتنع خالص بمسألة الجريئة دي. يعني الناس الجريئة دي حصلت على قدر قليل من الحرية لكي تعبر عن نفسها. فلا، هي أنا أسميها الجميلة. هي جميلة شكلا وموضوعا وأخلاقا، وهي أم جميلة ومخرجة جميلة. إيناس الدغيدي صرخت امرأة جريئة في مجتمع بيخاف وبيدفن راسه زي النعام.